المدعو المطلوب، أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب الذي يراد وجهه، لأنه هو القادر على ما تريد وما تطلب، هو القادر، ما غيره فلا يقدر على ما تطلب منه إلا إذا يسر الله له ذلك. إذن الأمر راجع إلى الله أو إلى المخلوق. نعم. فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب الذي يراد وجهه ويبتغى قربه ويطلب رضاه، وهو المعين على حصول ذلك، وهو المعين على حصول الطلب، ما يطلب منه وما يدعى منه. نعم. وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار. نعم، عبادة غير الله هي الضارة وهي المكروهة، فيجب عليه أن يتجنبها، فلا يعبد غير الله. ولا يكفي هذا، يتجنب الوسائل أيضا التي تعينه على عبادة غير الله أو تغريه بعبادة غير الله من وسائل الشرك ووسائل الكفر، يترك الوسائل. نعم. وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار، وهو المعين على دفعه. نعم. فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه. نعم. فهو هو الجامع القادر على تحصيل المطلوب وعلى دفع المكروه وعلى ما يعين على تحصيل المطلوب وعلى ما يعين على ترك المرهوب. نعم. فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه، فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له. ولذلك إذا لم يعنك الله لم تستطع العبادة إلا بعونه سبحانه. ولهذا من أفضل الذكر أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم يعنك الله ويقويك فإنك لا تستطيع أن تفعل شيئا. نعم. فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له. والمكروه البغيض هو بمشيئته وقدرته، وهو المعين لعبده على دفعه عنه. هو الذي أوجد المطلوب والمرغوب، وهو الذي أوجد المكروه والمبغض ابتلاء وامتحان. المخلوقات الكريهة من خلق الله سبحانه وتعالى. لماذا خلقها؟ خلقها للابتلاء والامتحان، يبتلي بها عباده. فلو كانت الدنيا كلها حلوة ولا فيها مكاره ولا فيها شياطين ولا فيها عصاة ما تميز الصادق من الكاذب في العبادة، صار الناس كلهم سواء. والله يريد أن يميز الخبيث من الطيب، يريد أن يميز الخبيث من الطيب. ولذلك كما أنه أوجد الطيبات أوجد الخبائث، كما أنه أوجد الصالحين أوجد الفاسقين والكفار، بحكمة إلهية من أجل أن يمتحن العباد ويمايز بين الصادق من الكاذب. نعم. والمكروه البغيض هو بمشيئته وقدرته، وهو المعين لعبده على دفعه عنه. ولا يدفع المبغوض والمكروه إلا الله عز وجل، هو الذي يدفع عنك هذا الشيء. نعم. كما قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. نعم، استعاذ بصفات الرضا وصفات العفو من صفات الغضب،
والعقوبة، وكلها خلق لله عز وجل. فهو استعاذ من صفة بصفة أخرى من صفات الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعيذ من ذلك إلا الله عز وجل، ما يعيذ من ذلك إلا الله. فلا يعيذ من الغضب إلا الرضا، ولا يعيذ من العقوبة، لا يعيذ من العقوبة إلا المعافاة. نعم. أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. ولا أحد يعيذك من هذه الأشياء إلا الله جل وعلا. لا لجأ ولا منجا منك إلا إليك، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم. وأعوذ بك منك، وقال اللهم إني يعني أعوذ بك من عقوبتك ومن ما خلقته للابتلاء والامتحان أن تجنبه عني. نعم. وقال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. هذا في عند النوم، هذا الدعاء الذي يقال عند النوم، وفيه التفويض إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ملجأ منه إلا إليه، يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. نعم. فمنه تعالى المنجا وإليه الملجأ، وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته. نعم. فالإعاذة فعله، والمستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته. نعم، يعني كله لله عز وجل. نعم. فالأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه، لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق. لا أحد يحصي الثناء على الله عز وجل، لأن نعمه لا تحصى، وحقه ما أحد يقوم بحقه سبحانه على الوفاء والتمام، لأن حقه عظيم. ولكن العبد إذا قام بما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو يتفضل عليه بما نقص، يتفضل عليه ويكمل له المطلوب من فضله وإحسانه. ما هو في مقابل أنه عبد الله أو أنه دعا الله، ما هو في مقابل هذا. الذي عمله ما يوازن شيء من أصغر نعمه، لو يحاسب ما عادلت أعماله أصغر نعمة من نعم الله. ولهذا يروى أن رجلا في البحر انكسرت به سفينة، فلجأ إلى جزيرة في البحر لينجو من الغرق، فأنبع الله له عينا عذبة في هذه الجزيرة، وأنبت له شجرة كل صباح وكل مساء تثمر، يأكل منها، وتفرغ للعبادة، عبد الله وسأل الله أن يقبضه وهو ساجد، فاستجاب الله له وأفنى مدته في هذه الجزيرة بالعبادة، وحقق الله له طلبه فمات وهو ساجد. فلما لقي الله عز وجل قال ادخل الجنة برحمتي، ادخل الجنة برحمتي. قال يا ربي وعملي، يعني كل حياته يعبد الله ويدخل الجنة برحمة الله، يعني ما يدخلها بعمله، يسأل الله عز وجل، ما هو بيعترض على الله، لكن يسأل الله يعني لماذا إنه ما يدخل الجنة بعمله. قال الله لملائكته حاسبوه، فحاسبوه فوجدوا
عبادته لا تعادل البصر، لا تعادل نعمة البصر، وبقي النعم الأخرى ليس لها مقابل. فقال الله ادخل النار، أمر بدخوله النار، فقال يا ربي أدخلني الجنة برحمتك، قال ادخل الجنة برحمتك. فتبين من هذا أن عمل الإنسان قليل، مهما لو أفنى حياته كلها ما تقابل أقل نعمة من نعم الله عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولهذا قال لا أحصي ثناء عليك، أقر بالعجز عن استكمال الثناء على الله عز وجل، وهو سيد الخلق وأفضل الخلق وأكمل الخلق عباده. فقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء يقولون باء السبب وليست باء العوض، ليست باء العوض، فالجنة ليست ثمنا للعمل لأنها ما تدرك بالأثمان، وإنما العمل سبب لدخول الجنة، فالباء سببية وليست باء العوض. مثل اشتريت هذه السلعة بريال باء العوض. الجنة ليست عوضا عن العمل أبدا، لأن العمل الجنة عالية وغالية ولا تدرك بالأثمان، لكنها فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله. نعم. فالأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه، لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق كل ما يثني عليه أحد من خلقه. نعم. يعني مهما الإنسان عبد الله فحق الله أعظم مما قام به العبد، ولكن العمل سبب لرحمة الله. نعم. ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، قدم المعمول إياك على العامل وهو نعبد ليفيد الاختصاص والحصر، أي لا نعبد إلا إياك، أي لا نعبد إلا إياك، فإياك نعبد أبلغ من نعبدك، أبلغ من نعبدك، لأنه يفيد الحصر. أما نعبدك فهذا لا يفيد الحصر. ثم انظر، قال وإياك نستعين، لولا إعانة الله لم تعبد الله عز وجل. فالحكمة في قرن الاستعانة بالعبادة أنه لا يستطيع العبادة إلا بإعانة الله عز وجل، فهو مثل قول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولهذا كان صلاح العبد وسعادته، والعبادة من الله، العبادة من العبد، العبادة من العبد، والإعانة من الله، العبادة من العبد والإعانة من الله عز وجل. فهذه الآية جمعت بين الأمرين. نعم، ما هو من العبد وما هو من الله. نعم. ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه. والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. فالأول من معنى ألوهيته، والثاني من معنى ربوبيته. نعم، الإعانة من الربوبية، من أفعال الرب سبحانه، فهي من توحيد الربوبية. والأول إياك نعبد من توحيد الألوهية. فهذه الآية فيها نوع التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد العبودية. نعم. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب
محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا. الإله من الوله وهو المحبة، من الوله وهو المحبة، فالإله هو المألوه المحبوب المعبود سبحانه وتعالى. فالإله له معنيان، معنى الأول المحبوب، والمعنى الثاني المعبود. فالإله هو المعبود، وهو أيضا المحبوب من الوله، فيه معنى الألوهية وهي العبادة، ومعنى الإلهة وهي المحبة، أو الوله وهو المحبة. نعم، كما سبق لكم في فتح المجيد. نعم. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى مصالحه. نعم، الرب هو الذي يرب عبده ويربيه بنعمه، يربيه بنعمه. الرب له معاني، المالك، السيد، المربي، كلها تدخل في معنى الرب، وكلها تجتمع في الله سبحانه وتعالى، أنه المالك، وأنه السيد، وأنه المصلح، وأنه المربي. فهو الذي ربى عباده بنعمه وهداهم لطاعته، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه الصراط المستقيم، ووفقه وأعانه على سلوكه. نعم.